بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير وردان لما غضب أباه ورفض الزواج وأباه، غضب الملك على الأمير وأعطاه مهلة للتفكير. وبينما كان الملك مجتمعا مع الوزير، دخل عليهما الأمير واستسمح أباه أن يزوجه من هذه الفتاة التي ملكت عليه هواه، والتي رآها هناك وهي تطل من الشباك. ودخل العبد مرجان وقد برح به الذهول، وهو يولول ويقول: قصر أمام قصر السلطان، قصر أمام قصر السلطان. وأسرع الملك صفوان ووراءه الوزير والأعوان، وتقدم العبد مرجان ففتح شرفة الأمير وردان أنا دلوقتي بصوت إخواتي يا ست الدهش. اخواتك هتشوفيهم وتفرحي بيهم زي ما استنوكي لازم تستنيهم. قولي يا معين، يقولك في غمضة عين. يا الله 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 الله. مولاي السلطان، مولاي السلطان، مولاي السلطان. وراك ايه يا مرجان؟ شيء مش معقول يا مولاي السلطان. موز موز، برتقال موز، برتقال موز، موز وعنب وبرتقال. تبارك الرحمن، شيء لطيف. فاكهة الشتاء وفاكهة الصيف.